ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه واعلان روبي الجديد، اعلان فريش واغنيه استنى. لسه نازله كده بقى حبه حلوين، قلت اطلع اتكلم عليها معاكم. يلا بينا. اغنيه استنى من اعلان فريش الروبي في رمضان 2023. اغنيه من كلمات تامر حسين ومن الحان عزيز الشافعي ومن توزيع امين نبيل. يعني لازم روبي يا جماعه هي اللي تغني الاغنيه دي اغنيه روبي، وده اعلان لروبي. والفكره برضو قليل قوي لما حد يطلعها بشكل كرييتيف بالمنظر اللي انا شفته في الاعلان ده. كان دمه خفيف وبصراحه كان معمول بروح حلوه. الكلمات برضو كانت طالعه طريقه جديده ومختلفه من تامر حسين. تامر حسين وعزيز الشافعي في رمضان السنه دي شغالين وعاملين شغل كتير جدا لفنانين كتير. وبرضه انا هعمل لكم لسه حلقات على كل اعلان انا شفته واقول لكم رايي فيه. عاملين شغل كتير جدا ومختلف. يعني انا بسمع مثلا الاغنيه دي او الاعلان ده لمطرب الاقي غير الاعلان التاني، يعني مثلا مفيش تشابه او احس ان هنا في فرق، ان تامر حسين هو اللي كاتب نفس الكلمات بتاعت الاعلان التاني او للمطرب التاني. شايف ان هي جامده جدا السنه دي، وهم اكتر اتنين شغالين في الاعلانات تامر حسين وعزيز الشافعي. الكلمات كانت معموله بشكل جامد جدا. الالحان يا جماعه عزيز الشافعي كان فوق جدا، عامل يا جماعه الحان يعني عظمه. انا شايف ان السنه دي مركزين جدا جدا وماسكين اعلانات رمضان بشكل كبير. يعني كل اعلان بلاقيه كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي، يا اما الاغنيه كلها تبقى بتاعت عزيز الشافعي. فهم الاثنين شغالين جدا في رمضان في الموسم ده بصراحه، وهم عاملين شغل تقيل قوي. الالحان يا جماعه عزيز الشافعي، عزيز الشافعي دايما كده عنده في طريقه شغله كيمياء معينه. يعني انا بحس ان هو شغال بطريقه معينه، بيعمل دايما يا جماعه الاغاني الخفيفه او الحاجات دي بيروح بيها لكذا مطرب، بيبقى عارف ان المطرب ده ليه الاغنيه دي والمطربه دي هتاخد الاغنيه دي وتبقى لايقه فيها وهتنجح معاها كمان. يعني انا بشوف الحته دي في معظم اغاني عزيز الشافعي سواء بقى لحن او كلمات. بالنسبه للتوزيع فامين نبيل عامل شغل حلو جدا. امين نبيل يا جماعه على فكره موزع حاجات تقيله جدا واغاني قديمه قوي، مش اعلانات بس، في اغاني بصراحه قبل كده سمعتها له كانت من توزيعه. وهو شغله دايما بيبقى مختلف، بحس ان هو بيلعب في حتت مختلفه، مش مجرد ان هو بيعمل توزيع وخلاص. التوزيع ممكن يكون بالنسبه لي كان عادي في الاغنيه او سمعته قبل كده، بس كان معمول بطريقه كويسه. يعني طبعا التوزيع لو سيء او وحش انا هقول لكم، او لو شفت اي عيب في الاغنيه او في الاعلان برضه انا بقول وبتكلم معاكم بصراحه. بالنسبه للاعلان نفسه فالاعلان كان كله فكرته حلوه جدا على فريش، والسنه اللي فاتت كانت عاملاه هي ومحمود العسيري مع بعض. فتقريبا روبي ماضيه على توكيل لفريش ده كل سنه في رمضان على كده. وبرضه قولوا رايكم في الكومنتات. انا شايف ان الاغنيه بشكل عام والاعلان كانوا معمولين بشكل كويس، والاعلان كان يا جماعه برضه قوي جدا. يعني الاعلان كان معمول بشكل حلو والالوان، وكان اعلان مبهج في رمضان وهنفتكره كتير جدا وهيعيش لروبي. قولوا رايكم في الكومنتات تحت. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان اكمل في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قناه. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله خير في فيديو جديد. شكرا.